كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. أخي أختي سوف تذكرون هذا الكلام، ولكن على أي حال. هذه إحداهن كانت في المستشفى تتحدث تتحرك، آخر من كشف عليها أنا حين نزعت السماعة من أذني، إذا بها تقول بالحرف الواحد: الله يعافيكم، شلون التحاليل؟ ترى والله من لينا من المستشفى متى نطلع؟ فأرسلنا تحاليلها للمختبر في الأرض، وأرسل من في السماء من بيده ملكوت كل شيء رسولا لا يعصي له أمرا. ما هي إلا لحظات، العينة تفحص تحت في المختبر وملك الموت عندها في الغرفة، لحظات وأنا أقلب في ملفها خارج الغرفة، إذا بالممرضة تأتي بسرعة فزعة قالت: تعال شف. فلما دخلت الغرفة رأيت فتاة غير التي رأيت قبل قليل، تحرك اليدين وتقول: ملينا ومتى بنطلع؟ هذه الأيادي التي أرسلت ثم أقبضت، والله ما رأيتها إلا تعطلت. اللون شاحب والبصر خاشع شاخص، الأطراف ممددة والشفاه ترتعش. نبرة سريعة لجهاز المراقبة، إذا بنبضات القلب كانت 80 62 45، ضغط الدم ينزل. بدأت أرى معالم الفراق على وجهها، خشيت أن تغلق الصحيفة بغير لا إله إلا الله كما أغلقت الصحف من قبلها. 24 حالة، والذي نفسي بيده ما قال لا إله إلا الله إلا واحد. لا تستغرب الآن ولا تجرب، تستطيع الآن أن تقول مليون مرة الموعد ما هو الآن. فأسرعت قلت: لا إله إلا الله، وإذا بالشفاه ترتعش كأن عليها جبل لا تتزحزح، ترتعش بلا أحرف. كررتها الثانية الثالثة، ما بقي إلا عدة نبضات، خشيت أن تغلق الصحيفة بغير لا إله إلا الله. أسرعت عند إذنها يا أخوان ولقنتها في المرة هذه تلقين، قلت: قولي لا إله إلا الله، ولا أحرف تخرج. لما كررت عليها واشتد النزع، وإذا بالمرأة تعالج السكرات، الحنجرة تدخل وتخرج، وإذا بالنزع اشتد، فما هو الملك ينزع الروح إلا وبدأت أسمع حسرجة وبعض الحروف تخرج. كررتها لا إله إلا الله، سمعت أحرف وصوت متحسرج. هل كانت لا إله إلا الله؟ لا، والذي نفسي بيده. والروح تنزع والصوت المتحسرج ببيت يغنى ملحن بصوت متحسرج، وإذا بها تغني بيت حتى لا يدعها تكمل البيت الثاني إلا والروح قد خرجت من المستشفى، ماتت. هل تعرف آخر صفحة في السجل، في سجل حياتها آخر صفحة غنت قبل أن تموت، تعرض يوم القيامة على الجبار مغنية. طبعا لا نعرف هذا المعنى الآن. ها هي الآن لها قرابة السنة تحت الأرض، والله لو تصرخ في كل يوم وتعض الأصابع وتبكي الدم: ربي أخرجني، والله ما أسمع إلا ما يرضيك ولا أرى إلا ما يرضيك، وأقوم الليل ما أنام وأصوم النهار حتى أموت، هل ترجع؟ وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: كلمات عربية ونحن عرب، ويا ليتنا نعي بقلوبنا لا بأسماعنا. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام:
من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ضع تحت آخر كلامه 20 خط. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان أول كلامه، ولا قال من كان أوسط كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لأنهم يقولها في الأول ويقولها في النص، وآخر فرض ضحك عليه فوق الأرض رفع السبابة في التحيات وقال أشهد أن لا إله إلا الله، حرك السبابة وحرك الشفاه وقلبه ما تحرك. فهيهات هيهات. أحدهم اسمه محمد على محمد صلى الله عليه وسلم، والآخر اسمه خالد على خالد بن الوليد، ما نفعتهم أسماءهم. غافلا والموت يطلبه وغشاوة الشهوات تحجبه. كم تضحك الدنيا لذي أمل وبهارج النعماء تعجبه. حتى غدا في عشقها مثلا للناس في الأحداث تضربه. قف يا أخي بباب مقبرة وسل الملحد أين مركبه. قف يا أخي بباب مقبرة وسل الملحد أين مركبه.